اليوم ببركة محمد وآل محمد اجتمعنا الإخوان الطيبين الراقين أبو علي الذهب حسين، الله يحفظك حسين، ساعة بالصلح بين فهد وبين حسين الشحماني. زين، فاحنا شو نسوي؟ فهد كل ما نحكي وياه ما يجرى عدل، زين، يتجاوز على حسين الشحماني. ان شاء الله خلصت، بس اكو مقطع راح ينشره فهد على حسين الشحماني. لا بعد ما لا والله سواه فهد. ايش عندك ويا حسين الشحماني؟ قام ينطق علي. ينطق عليك؟ زين، ومو قال لك افصلك؟ يلا فصل 50 مليون. زين، اكو موضوع العالم قاعد تحكي عليه فهد، اكو موضوع العالم قاعد تحكي عليه، يقولون حمزه حبلت الطاق 5 ملايين، اكو صحه لهذا الكلام لو لا؟ لا والله ها؟ كل شيء ما استلمت، هاي كذب، ها مضروبه. لا مو الولد قالوا مدي له 5 ملايين، قالوا مستلم 5 ملايين. والله ما مستلمت. ما مستلم؟ والله ابد؟ ابد والله. كان شلون ال 5 ملايين اللي عاد قالوا؟ عن مضروبه هاي، راجعوها. والله العظيم لا طاني ولا شيء. يلا شو، انا سمعت مدي لك وانت ما جاي ومطين غير واحد مسوي عمليه فهد. الله شاهد ما طاني والله. لا تظلم الولد، ترى الولد خوش ولد وسبورت وحباب ومؤدب. ما استلمت والله. ما استلمت؟ خابرت عليه ماكو. ايش نسوي يا حمزه حبنت يا حبيبي؟ فواز زعلان عليك. أيوة. اولا لان هسه الولد كلهم قاعدين جاي يردون فؤاد ما ينشر عليكم، فبكل صوره حاول ترضى فؤاد، ترى فؤاد زعلان. اي والله. خوش خوي لا تقول ما قال لي، انت انسان طيب وراقي، انا احبك انت والدك، وال5 ملايين مال فؤاد تودون هين ترجعوه. ترجعون. شو تريد من عندي؟ ناس تعبتني وتهمتني، انت ماخذ 5 ملايين، 5 ملايين يا ابو كش ما مستلم، والله العظيم الله شاهد والله يدري. يعني حتى صارت له مشكله بالبيت ويا عائلته، قال له انت مستلم 5 ملايين أيوة. وما ادري وين موديهن. فاخويا تحياتي لك، لازم تنشر مقطع يا حمزه، تنشر مقطع الفؤاد تقول له اخويا انا اعتذر لان فلوسك جبتهن وانت ما موجود وطيت الواحد مريض. جزاك الله